السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل يومكم مليان طاقة وبركة. النهاردة اقول لكم على 5 اسرار بيعملوها الطلبة المتفوقين وبتخليهم دايما سابقين بخطوة. وصدقوني الموضوع مش عبقرية خارقة وانا مذاكرة 12 ساعة في اليوم. الموضوع شوية عادات صغيرة بتتكرر كل يوم. فلو حابة مستواكي يتطور او حتى تحافظي على تفوقك اسمعي للنهاية. السر رقم 3 هيفرق معاكي جدا. اول نقطة، بيبدأوا بالاهم مش الاسهل. المتفوقين عارفين ان الطاقة في اول اليوم غالية، فبيبدأوا بالمهمة او المادة الاهم حتى لو صعبة. لو عندك عربي فيزياء تقيلة حطيها اول جدولك، دماغك بيكون صاحي ومليان طاقة، هتحس بانجاز كبير بدري. مثال صغنن، لو عندك واجب رياضيات وقراءة قصة صغيرة، اغلب الناس بتبدأ بالقصة، لكن المتفوق بيبدأ بالرياضيات. ليه؟ عشان لما بيخلص بيلاقي القصة سهلة ولذيذة. جربي بكرة اول ما تصحي تكتبي اهم حاجة عندك وابدأي بيها فورا، هتشوفي الفرق. تاني نقطة، المذاكرة بذكاء. السر ده مهم، مش كل اللي بيقعد بالساعات بيذاكر صح. المتفوقين بيذاكروا 25 دقيقة تركيز، 5 دقايق راحة. الراحة دي بتخلي المخ يجدد نفسه ويخزن المعلومات أكتر وأحسن. مثال صغير، جربي تحطي مؤقت على موبايلك 25 دقيقة مادة واحدة بدون موبايل ولا سوشيال ميديا، وبعدين قومي اشربي مية أو تحركي شوية. 4 جولات من دي بتساوي ساعتين مذاكرة فعالة، أكتر من يوم كامل تضيعيه قدام الكتاب وانتي سرحانة. تالت نقطة، ملخصات ومراجعات يومية. ده أهم سر وبيفرق فعلا وقت الامتحانات. المتفوقين مش بيستنوا آخر أسبوع، كل يوم بيكتبوا ملخص صغير لأهم النقط اللي خدوها. ازاي؟ بعد ما تذاكري افتحي ورقة صغيرة أو نوتة، اكتبي 3 ل5 نقط أساسية أو قوانين أو كلمات مهمة، وممكن تعملي رسمة أو مخطط بسيط يساعدك تفتكري بسرعة. الميزة انك لما تيجي تراجعي هتلاقي كل حاجة جاهزة ومختصرة، وهتحسي بثقة لان المعلومات ثابتة في دماغك من قبل الامتحان. رابع نقطة، بداية اليوم صح. اول ساعة من يومك هي المفتاح. المتفوقين بيعملوا حاجات بسيطة تزود طاقتهم، زي شرب كوباية مية اول ما يصحوا، فطار خفيف صحي، او ترتيب المكتب او مكان المذاكرة، تبعدي الموبايل من جنبك، او قراءة صفحة قرآن او صلاة الضحى، بتفرق في هدوء اليوم وبركته. خامس نقطة، بيكافئوا نفسهم بعد أي إنجاز حتى لو صغير. بيكافئوا نفسهم، مش لازم حاجة كبيرة، ممكن شوكولاتة صغيرة، حلقة من مسلسل، مكالمة مع صاحبتك، أي حاجة تحسسهم بالإنجاز. المكافآت دي بتخلي المذاكرة مش حاجة تزهقي منها وتملي، بتخليها حاجة بتوصلك لحاجة حلوة وبتحبيها. ودي كانت أسرار الطلبة المتفوقين. جربي حتى سر واحد منهم وشوفي النتيجة بنفسك. اكتبيلي في الكومنت انهي سر هتجربيه الاول. ما تنسيش اللايك والاشتراك، واستنوني كل جمعة الساعة 8 بفيديو جديد وافكار بسيطة نطور بيها نفسنا سوا. وبس كده، بحبكم، سلام.